السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي من جديد في يوم جديد. يا رب يكون يوم سعيد عليكم وعلينا جميعا يا رب. أنا النهاردة أنا عاملة لكم، يعني مش هقول لكم أنا بعمل إيه. يعني أنا بعمل محشي، يعني مش عاملة الحلقة دي علشان أقول لكم أنا بعمل إيه. أنا هوريكم بس ورق العنب اللي أنا كنت مخزناه في الازايز، وبعينه في اي ضلفه، ما بحطوش في الفريزر ولا في التلاجة، لان انا خزنت معاك ورق العنب ده قبل كده. يعني ممكن يقعد في الازازه زي ما هو كده، يقعد مدى الحياه طول ما الازازه محطوطه ومقفوله جامد جامد كده، ما بيدخلهاش هوا. يفضل مدى الحياه. ومش اي ازازه، ازايز الكولا مثلا، او البرطمانات بتبوظه. والازايز اللي هي لو مثلا غطاها واسع مثلا او بتدخل هواء، برضه بتبوظه. اي ازازه محكمه كده زي دي، يعني لو ضغطنا عليها حتى هي ما بتفيصش هواء. دي حلوة. ونحط ورق العنب فيها. انا عاملاه معاكم قبل كده. بحط مثلا يعني بقطع العنق بتاع ورقة العنب، وبحط 3 4 ورقات مع بعض، والفهم كده، واحطهم في قلب الازازة، واملى الازازة خالص. الازازة دي بتاخد حوالي نص كيلو. بعمل اي كمية بقى وفي اي وقت، في الوقت اللي بيكون فيه ورق العنب موجود. بخزن فيه ورق العنب. ورق العنب اهو، انا لا سلقته ولا عملت فيه اي حاجه غير اني غسلته ونشفته كويس. يا اما بفرده على حاجه انشفه من الميه، يا اما لو مثلا عندي غساله ممكن احطه في الغساله، انشفه في الغساله في النشافه بتاعتها مثلا. او انا بسيبه في مصفى او حاجه يصفي ميته خالص، وبعدين افرده على حاجه، وكل شويه بقلبه عشان برضه ما ينشفش مني. بقلبه هو بينشف على طول، مجرد ان هو ايه بيتساب ساعه ولا حاجه بينشف. خلال الساعه دي بفضل اقلب فيه لغايه اما ايه ينشف معايا خالص. بعد كده بحط بقى زي ما قلت لكم، بقطع العين، وبحط كل كام ورقة على بعض، ألفها وأدخلها من البوز. هنا هي بتتملى لوحدها كده، بتبقى بتاخد كتير. ببتدي هنا دلوقتي أنا عشان أطلعه، أنا دلوقتي هعمل محشي. عشان أطلعه بقى بعمل إيه؟ بجيب بقطع الإزازة. مش هعرف أطلع من جوز الإزازة، بضطر إن أنا أقطع الإزازة. باجي من هنا كده مثلا، أقطع، أعمل فيها فتحة كده. معانا الازازه اهي. هي طبعا طول السنه زي ما قلت لكم ما بنفتحهاش خالص. باجي بقطعها مثلا من هنا كده. سامعين الصوت ده؟ الصوت ده بقى عشان هي مقفوله، ما بتتفتحش. انا بوريكم بس تعملوه ازاي. بتسيبوا الغطا عليها كده وتطلعوا، ما تطلعوش ورق كتير. شايفين الورق؟ انا هوريكم الورق الوقت، ما تطلعوش كتير، حبه كده. شايفين زي ما انا كنت عاملاه اهو. شايفين الورق عامل ازاي؟ انا لا سلقته ولا حاجه، هو اللي خد اللون ده من تاني يوم اتحط كده. والورقه، شوف الورقه بورقتها اهي، كاني بعمل اه. شايفين؟ اه، ما شاء الله عليها عامله ازاي الورق كله. ولونه فاتح وجميل، احلى من المسلوق. اه، وفي اللف كمان اهو. شايفين الصباع عامل ازاي؟ اه، حاجه يعني دي لو كبيره اهي باخد منها.
شايفين جميلة، احلى من اللي بتيجي حتى في وطازة، يعني كأنها لسه جاية طازة الوقت. شايفين الورق شكله عامل ازاي؟ شايفين فاتح ولونه حلو عامل ازاي؟ كله كده. افتح لكم واحدة تانية اهي. اهي، لا في من اول الازازة لغاية من فوق لتحت، والازازة كلها. شايفين الورقة بورقتها اهي. اهي الكبيرة والصغيرة وزي ما هي. الكبيرة يعني دي كبيرة اهي، هقسمها 2 كده اهي، اعملها 70 محشي اهي. اهي ودي اهي هقسمها 2 اهي. شايفين؟ بوريكم بس، بفتح لكم كذا واحدة اهي عشان تعرفوا. يعني انا مثلا دي كنت حاطة فيها كام ورقة، ادي ورقة، والورق سليم اهو زي ما انا حطاه اهي. اهي والورق نظيف وجميل. دي اجمل طريقة لتخزين ورق العنب، بما ان التلاجات ما بيبقاش فيها اماكن ولا الفريزر في مكان. اهو شايفين كام ورقة؟ بطلع بقى عشان ما ينشفش مني، ما طلعوش كله بقى مرة واحدة. يعني انا زي ما انتوا شايفين انا سبت الازازة اهي، الازازة اهي مفتوحة اهي، بسيبها كده اهو. وبسيبه مقفول على بعضه كده. بطلع بس كام ورقة كده، ممكن اطلع لفة بلفة، لفتين بلفتين كده، مش كتير. اهي. اهي شايفين الورقة عاملة ازاي؟ بحط الرز، احط الرز اول واقفل ورقتها اهي. اهي اهي اهي. شايفين المحشي عامل ازاي؟ اهي دي كبيرة اهي، هقسمها 2. اجمل طريقة لعشاق ورق العنب، اجمل طريقة تعمليها تخزني بيها ورق العنب. خزني الكمية اللي انت عايزاها بقى. ولو حد جايله مثلا ورق عنب ولا حاجة هدية ولا كده، وجايله كمية كبيرة وما عندوش مكان، يعملها بالطريقة دي. مش هتحتاجي مكان خالص. اهي شايفين عاملة ازاي؟ ما شاء الله عليها. طريقتها سهلة وجميلة، وفكرتها جميلة جدا، مش هتاخد مننا وقت خالص. خلاص كده انا حبيت اوريكم بس ورق العنب هنعمل فيه ايه. وانا حبيت افتحه واوريهولكوا اهو. هو ده اللي انا عاملاه، هو بالظبط انا مخزناه. يعني بقاله اكتر من 6 شهور، بقاله الوقت معايا. انا عاملاه بقالي اكتر من 6 شهور مخزناه. واوقات بيفيض عندي، لو عندي كتير بيفيض عندي. يعني ورق العنب بخزنه وبيطلع السنة اللي بعدها ورق العنب بيطلع وانا لسه عندي القديم، واللي بعده بيطلع وانا لسه عندي القديم عادي. يعني ممكن يقعد 2 سنين، وانا عن تجربة يعني. وخلاص كده فكرتنا النهاردة خلصت، وانا بقى ايه، سيبوني مع المحشي بتاعي بقى. يلا سلام.